حكيت لكم المره اللي فاتت باللي في مصر مدايرين حمله على تيك توكرز يهزوا فيهم بالواحد ويحقوا معاهم. واحده من اللي تابعوها كانت مقلب للمتابعين تاعها الكل. اسمها ياسمين والشعار تاعها هو ياسمين تخلي الحجر يلين. يعني مش شعار، تفهموا برشا امور. المهم السبب اللي خلاهم انهم يعتقلوا ياسمين هي المحتوى تاعها الخادش للحياه. وش كانت تدير ياسمين؟ كانت تخرج بفيديوز تلبس لبسات مش نورمال، تلبس لبسات عريانين، والمحتوى تاعها ترندات برك. هذا ما كان. وكي اعتقلوا ياسمين ودخلوها لسجن النساء خرجوها في النهار الاول، بعد بدلوا لها الحبس. وعلاه؟ لقوا باللي ياسمين هاديه هي نفسها هذا. تخيلوا. وهنا كانت الصدمة الكبيرة للناس الكل، لأنه ظهرت ياسمين هذيك شخصية تنكرية نقطة إلى السطر. وصاحب الشخصية هذه هو طفل عمره 18 سنة، واسمه حيد يقولوا محمود، وحيد يقولوا كريم، وحيد يقولوا عبد الرحمن، وعايش الدور هدايا في السوشيال ميديا، وعنده بزاف داعمين، وكان يخدم بزاف حوايج خادشة للحياة باسم ياسمين اللي تخلي الحجر يلين. ياسمين هذه كانوا عندها بزاف داعمين، كانوا الناس بزاف يتبعوها، يعني كانت شخصية مشهورة بزاف في السوشيال ميديا في مصر. وواحد فيهم ما شك ولو شك صغير بلي الإنسانة هذه اللي راهم يشوفوا فيها هي راجل ما هيش امرأة. في الاول بعد كيما بدات تطلع بيها كانوا يخرجوا تعليقات يقولوا بلي هذه ياسمين راهي طفل ما هيش طفله، ولكن واحد ما كان يديها في هذيك التعليقات لانه طفله باينه واضحه وضوح الشمس بلي طفله. كيف واحد يجي يقول كي طفل تصدقوها؟ واثناء القبض عليها والا عليه لقاو عندها لبسات تنساء، لقاو حوايج تاع سيليكون كانت تستعملهم هي باه تصور فيديوز ديجيزي بيهم، ولقاو عنده تاني ادويه هرمونيه وامورات خلاف مخله بالحياه. والغريب وين لهم كريم هذا واحد ما على باله بوش انا قاعد ندير. يعني الناس كل اللي كانوا يتبعوه في السوشيال ميديا وحتى دارهم ما على بالهمش بلي الانسان هذا يدخل الشومبرا تاعو يتحول ويولي يطلع بهيئه امراه للناس، والناس تمدلو في الهدايا وهو قاعد يخدم على روحه. وكي سقسوه علاه قال لهم انا شفت بلي في السوشيال ميديا الناس يتفاعلوا مع البنات اكثر من الدراري، يعني بنت له هذه هي اسهل طريقه باه يربح المال من السوشيال ميديا. يعتقلوه وداوه الحبس تنسى، من وراها كيف يقولوا عاودوا داوه الحبس الرجاله، وبعد من وراها بنهار ولا نهارين خرج بكفاله. الكفاله هذيك خلصتها له خالته. وكي سقساوهم اذا كان يدير حاجه خلاف من غير انه يشارك الفيديوز هذيك، قالوا لهم باللي كان يخدم خدمه واحده خلاف اللي هي كانوا يتصلوا به الداعمين والا عباد خلاف مكالمات ويخلصوه عجل هذيك المكالمات. يعني الطفل هذا اللي عمره 18 سنه ظهر لاعب بأمة كامله، ولكن عمر لك دابا قصير هاوجا النهار اللي تكشف فيه. واللي دركا كنتو تعرفوه والا لا، واسكو بان لكم الفكره اللي دارها عبقريه باه يدير مصدر دخل ويستغل الاغبياء اللي كاينين في السوشيال ميديا، ولا تشوفوها حاجه مليحه للناس اللي كانوا يتبعوا المحتوى الرديء في السوشيال ميديا، هيك باه يتعلموا الدرس. وهيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تابعوني حسابي تاني، خلي بالكم هنا وعلى الايجي. اكرام بشكو.